السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. في البداية أنا بعتذر عن انقطاعي فترة عن تنزيل المحتوى أو تنزيل الفيديوهات. طبعا كلنا عارفين ايه السبب، مفيش حد فينا عنده نفس لأي حاجة ولا طاقة لأي حاجة. بس ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض النهارده الفطيره السهله السريعه ديت بمكونات سهله واقتصاديه وموجوده في اي بيت واي حد يقدر يعملها بمنتهى السهوله. وزي ما قلت الفطيره بتاعتنا هتكون اقتصاديه خالص. في البدايه كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل في الطريقه بتاعتنا على طول. في طبق عميق ضفت فيه كوبايه ونص من الميه الدافيه، وعليهم كيس من الخميره الفوريه، وضفت عليهم معلقتين كبار من السكر الحبيبات. وهبدأ ان انا اخلط كده بالويسك او بالمضرب اليدوي زي ما حضراتكم شايفين لغاية لما السكر يدوب معايا تماما. طبعا في الوقت دوت انا ضايفه ميه دافيه، ما ينفعش ميه سخنه او ميه بارده عشان مش هتشغل معانا الخميره. لازم وضروري جدا ان تكون الميه دافيه. تمام. بعد كده ضفت نص كيلو من الدقيق بما يعادل 4 كوبايات من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات. بعد كده هنزل عليه او هضيف عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقول لكم دلوقتي ضفت البيكنج باودر ليه. وبعد كده هضيف ربع معلقة صغيرة من الملح او ذرة كده بسيطة من الملح. تمام. وبعد كده هضيف عليها المكون اللي بيعادل محسن الخبز بتاع الافران، وهو معلقة كبيرة من الخل، اللي هو الخل الابيض اللي بنستخدمه في الاكل. هيعمل معانا الفوران اللي زي ما حضراتكم شايفينه دوت. الفوران دوت يعني الخل مع البيكنج باودر بيعمل الفوران اللي حضراتكم شايفينه ده، وده بيعادل محسن الخبز بتاع الافران. تمام. يعني ده البديل بتاعه. هبدأ بعد كده بالاسباتولا او بايديا ان انا اخلط كده الدقيق بالسوائل اللي انا ضايفاها في الاول. تمام. زي ما ذكرت انا ضايفه هنا نص كيلو من الدقيق بما يعادل 4 كوبايات من الدقيق. ممكن حضرتك تضاعفي المقادير لو حابه او تعملي الكميه اللي انا عاملاها، او ممكن تعجني بربع كيلو من الدقيق فقط. انا عملت الفطيره اللي حضراتكم شفتوها في بدايه الفيديو دي، كانت بنص كميه العجين اللي انا عجناها دي، يعني انا عاملاها بربع كيلو من الدقيق فقط. في الوقت دوت كده لاحظت ان الدقيق معايا يعني محتاج ان انا اضيف عليه ميه تاني. يعني العجينه معايا كانت في ايديا يابسه، فكنت محضره معايا نص كوبايه كمان من الميه الدافيه على جنب. لان زي ما احنا عارفين ان كل نوع دقيق بيختلف في امتصاصه في السوائل عن نوع تاني. تمام. يعني هنا كده نص كيلو من الدقيق اخد معايا كوبايتين بالظبط من الميه الدافيه. بعد كده لميت العجينه معايا كويس جدا لغايه لما الدقيق اختفى. في الوقت دوت بكون محضره معايا ربع فنجان من الزيت. يفضل ان الزيت ما يكونش ليه طعم ولا ريحة، يعني يكون بدون نكهة. تمام. ضفت معايا كده ربع فنجان من الزيت. انا ضفت الزيت في الاخر ليه، ما ضفتوش في الاول؟ علشان بيدي هشاشة للعجين وبيدي لون فاتح للعجين، بخلاف لما بتحطي الزيت في بداية العجن. تمام. بعد كده هبدأ ان انا اخلط كده او اقلب كده العجينة بايديا جوه الطبق لغاية لما تتشرب معايا الكمية بتاعة الزيت اللي انا ضفتها عليها. لحد دلوقتي كده انا ما عجنتش العجين. لو حضرتك عندك عجان في الوقت ده هيسهل عليكي الخطوات دي كلها، وتقدري تضيفي كل المكونات على بعض وتخلطي جوه العجان. تمام. بس انا عشان مش متوفر عندي العجان فبعجن زي ما حضراتكم شايفين كده على الرخامة. انا بحب بصراحة العجن على الرخامة علشان بيديني قوام حلو جدا للعجينة، وبيخلي معايا العجينة كده هشة كده وبتمط معايا زي الاستيك. يعني بيخلي العجينة معايا اثناء الشغل كده مرنة واقدر ان انا اتحكم فيها. تمام. هعجن بقى العجينة كويس جدا كده على الرخامة. يفضل تماما لو مش متوفر عند حضرتك العجان انك تعجني كده على الرخامة زي ما انا بعجن قدام حضرتك. طبعا الطريقة سهلة جدا واقتصادية زي ما قلت، واي حد يقدر يعملها. يعني لو بنوتة صغيرة شافت الفيديو هتقوم تعمله على طول ورايا. تمام. ولو عند حضرتك بنوتات صغيرين وقفيهم معاكي في المطبخ هيتعلموا وهيطبقوا باذن الله الوصفات بكل سهوله. انا لما بكون بعمل وصفه زي كده بوقف بنتي معايا في المطبخ، ما شاء الله اللهم بارك، عشان تتعلم وبعد كده ان شاء الله هي تبقى بتعمل بدالي. تمام. فعلموهم من دلوقتي عشان بأمر الله اول كده اما يكبروا يبقوا عارفين كل حاجه عن شغل المطبخ ويكونوا شطار ما شاء الله عليهم. عجنت بقى معايا كده العجينه زي ما حضراتكم شايفين كويس جدا لغايه لما اتلمت معايا، وما شاء الله القوام بتاعها بقى حلو قوي. وزي ما شفت القوام بتاعها معايا طري جدا بس ما بتلزقش. بعد كده دهنت وشها كده مسحه بسيطه من الزيت على ايديا كده. وبعد كده هغطي الوش بتاعها بقى بالبلاستيك راب او ممكن بكيس بلاستيك لو مش متاح عند حضرتك البلاستيك راب. وهبدا ان انا اغطيها كده كويس جدا واقفل عليها خالص عشان ما يدخلهاش اي هواء، واسيبها بقى في مكان دافي تخمر. هي في الصيف طبعا بتاخد من التخمير بتاعها من نص ساعة، يعني من تلت ساعة ونص ساعة. انما لو الجو ساقع يعني لو هتعجنيها في الشتاء هتاخد معاكي ممكن من ساعة الا ربع لساعة تخمير. تمام. بس اهم حاجة تغطي وشها كويس جدا وتحفظيها في مكان دافي.
طبعا على بال ما العجينه بقى تخمر معايا هروح اجهز بقى معايا الحشو بتاع الفطيره اللي انا هحشي بيه ان شاء الله النهارده. ممكن حضرتك تحشي باي حشو متاح عندك، مش ضروري خالص تحشي بنفس الحشوه اللي انا هحشيها. لو مش متاح عند حضرتك ان انا تطبقي نفس الحشوه اللي انا عاملاها، ممكن تحشي باي حشو اقتصادي. تمام. انا كان متبقي عندي 3 شرايح من البانيه، كنت عامله لهم في يوم بانيه، فاتفضل عندي 3 شرايح كده من البانيه، ما كنتش عارفه اعمل بيهم ايه. فبعد كده جبتهم وقطعتهم كده زي الشاورما قطع صغيره زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ بقى ان انا اشوحهم كده على النار في طاسة وضفت فيها حوالي معلقتين كبار من الزيت، وهبدأ بقى ان انا اشوحهم كده لغاية لما لونهم يتغير معايا ويبدأ ياخد لون. تمام. طبعا ايديا ما بتفضلش في التقليب كتير عشان خاطر اللحم بتاع الشاورما ما يتهريش معايا، يعني من حين لاخر كده ببدأ ان انا اقلب فيها. اول ما بتمتص السوائل بتاعتها خالص وبتاخد لون كده زي ما حضراتكم شايفين، ببدأ ان انا اطفي عليها. وضروري ان احنا نضيف الشاورما على الزيت وهو سخن جدا، ما ينفعش ننزلها عليه وهو بارد. تمام. خلاص كده طفيت على الشاورما اللي انا عملتها او الحشوه اللي انا جهزتها، وهسيبها بقى معايا لغايه لما تاخد درجه حراره المطبخ. كانت العجينه ما شاء الله اللهم بارك اختمرت معايا زي ما حضراتكم شايفين. طلعتها كده وفرغت منها الخمر، وهبدا ان انا انزلها كده بقى معايا على الرخامه عشان ابدا ان انا اقسمها وان انا اشتغل فيها بامر الله. تمام. انا بعتذر عن طول الفيديو، بعتذر ان انا بتكلم طول الفيديو، بس يا جماعة والله الخامات غالية، ويعني الدنيا مش مستحملة ان الواحد يعمل وصفة وتبوظ منه. فانا بحاول ان انا افيدكم باي معلومة، لان طبعا زي ما احنا عارفين لازم ندي كل حاجة حقها، يعني او نوفيها حقها عشان لا قدر الله ما فيش حاجة تبوظ مننا. تمام. فلو حضرتك ان شاء الله هتطبقي وصفه ليا مثلا انا عاملاها على القناه عندي او لاي حد، يفضل ان انت تسمعي الفيديو كويس جدا، لان في معلومات كده وتركات بتتقال جوه الفيديو لازم تاخدي بالك منها عشان خاطر لا قدر الله ما تخسريش خامات، ولا قدر الله الحاجه اللي بتعمليها تبوظ منك بعد ما تكوني كلفتيها. زي ما قلت لازم كل واحد يراعي ربنا في شغله علشان ربنا يكرم الناس كلها ان شاء الله. تمام. قسمت العجينه كده معايا زي ما حضراتكم شفتوا، خدت نصها حطيته كده في الطبق، وده اللي هعمل بيه المعجنات اللي هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. ودي كنت منزلاها في فيديو تاني قبل ده، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف للي ما شافش الفيديو. بعد كده خدت نص الكميه بتاعه العجين اللي هي كانت ربع كيلو، وقسمتها كده على قطعتين زي ما حضراتكم شايفين، القطعه اللي انا بفردها والقطعه التانية اللي جنبها. هفردها بقى كده على مقاس الصينيه اللي انا هعمل فيها الفطيره. انا هفردها معايا على مقاس 30، لان الصينيه اللي انا هسوي فيها الفطيره مقاسها 30 سنتي. ممكن حضرتك تعملي في اي صينيه متاحه عندك، مش شرط يكون الصينيه اللي انا هستخدمها دي، يعني مش شرط يكون صينيه جرانيت، ممكن تسوي في صينيه الومنيوم مفيش اي مشكله خالص. تمام. بس لو هتعمليها في صينيه الومنيوم يفضل ان انت تدهنيها بمسحه بسيطه من الزيت عشان ما تلزقش الفطيره بتاعتك جوه الصينيه. انا الصراحه ما مسحتش الصينيه باي حاجه علشان خاطر زي ما قلت ان انا مستخدمه صينيه جرانيت، فالفطيره بتاعتي مش هتلزق جوه الصينيه. تمام. بس انا بنبه على حضرتك يعني للامانه عشان خاطر ايه، لا قدر الله لو سويتي في صينيه الومنيوم من غير ما تدهني القاعده بتاعتها من قبل ما تحطي العجين او الفطيره بتاعت حضرتك، ممكن لا قدر الله تلزق فيها. تمام. هفرد بقى معايا كده العجينه كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، وسويت الحروف بتاعتها كده، يعني قفلت حروفها كده على حروف الصينيه. كانت الحشوه هنا معايا بردت شويه، يعني ما ينفعش ان انا اضيفها على العجين وهي سخنه خالص. تمام. هبدأ برضو ان انا افردها كده زي ما حضراتكم شايفين واوزعها كده جوه الصينيه. طبعا زي ما قلت انا مستخدمه 3 شرايح من البانيه او 3 قطع من البانيه، ممكن حضرتك تستخدمي اي كميه، مثلا لو هتعملي مثلا فطيره او اتنين مش شرط تستخدمي نفس الكميه اللي انا مستخدماها او نفس الحشوه اللي انا مستخدماها. ممكن تستخدمي حشوات اقتصاديه، ممكن تحشي مثلا بجبنه وزيتون، ممكن تحشي مثلا ببطاطس مهروسه ومثلا بيض مسلوق، ممكن اي حشوه اقتصاديه لو حضرتك حابه مثلا تضيفي فلفل خضار مشروم اي حاجه. تمام. ضفت برضو زي ما حضراتكم شفتوا كده معايا رشه من الجبنه الموتزاريلا، ودي برضو بتكون اختياري يعني على حسب الرغبه، متاحه عند حضرتك تمام، مش متاحه مفيش اي مشكله خالص. زي ما قلت الحشو دوت بيكون حسب الرغبه وحسب المتاح. بعد كده هفرد بقى الجزء التاني من العجينة زي ما حضراتكم شايفين. هحاول ان انا اسويه كده بالجزء الاولاني، ولو طلع مثلا مش متساوي في الحجم انا كده كده اوريدي بساوي الاتنين فوق بعض جوه الصينية زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. تمام. هبدأ بعد كده ان انا اخد معايا زي ما حضراتكم شايفين القطعة التانية من العجين اللي هي هغطي بيها الوش بتاع الفطيرة. الفطيرة بتاعتي هنا انا عاملاها محشية من النص، ممكن حضرتك تعملي العجينة ديت وتسويها على طريقة البيتزا، مفيش اي مشكلة. الميزة في العجينة بتاعتنا دي
ان هي حضرتك تقدري تستخدميها انك تعملي منها بيتزا، او تعملي منها فطاير زي اللي انا بعملها دي، او تعملي منها المعجنات بتاعه الافران. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت منها الكايزر، وعملت منها الفينو، وعملت منها باتيه، وعملت منها كرواسون، وعملت منها معجنات الافران، وطلعت معايا بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. والله كل اللي هيجربها ان شاء الله هيدعيلي. تمام. بعد كده غطيت الحروف كويس جدا وسويتها كده وقفلت الحروف كويس جدا، اهم حاجه عشان الحشوه ما تخرجش بره اثناء التسويه. وبشوكه كده زي ما حضراتكم شايفين هعمل فتحات كده في الفطيره بتاعتي من الوش بتاعها. الفتحات دي انا بعملها ليه؟ علشان اثناء التسويه في الفرن الفطيره بتاعتي ما ترتفعش وتنتفخ من النص زي ما نكون بنسوي كيكه بالظبط، فلازم نعمل لها فتحات تهويه كده. وبعد كده هسيب بقى معايا الفطيره على جنب، يعني مده حوالي ربع ساعه او 10 دقايق ترتاح معايا شويه، بس ضروري طبعا ان انا اكون مغطيه الوش بتاعها. شايفين حضراتكم الصينيتين التانيين دول من اللي انا عامله فيهم الفطاير او المعجنات الصغيره دي؟ دي كانت نص كميه العجين اللي هي ربع كيلو، دي التانية اللي انا عجنت بيها النص التاني. يعني انا خدت نص الكميه اللي حضراتكم شايفينها دي كلها من نص كيلو دقيق، عملت بيها الفطيره اللي حضراتكم شايفينها دي، وعملت بيها الصينيتين بتوع المخبوزات بتوع الافران دول. انا حبيت بس اوري لحضراتكم المقطع دوت عشان خاطر زي ما قلت ان انا اثبت لحضراتكم ان العجينه دي تنفع لاكتر من وصفه. زي ما قلت يعني انا بثبت كلامي بالمقطع اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي ده. جبت بقى معايا كده هنا حوالي فنجان صغير من الحليب، ودهنت بيه كده وش المخبوزات بتاعتي ووش الفطيره، وبعد كده رشه موتزاريلا على وش الفطيره، ودي برضو بتكون اختياري. بعد كده حبيت ان انا اوري لحضراتكم برضو ان انا عجنت كيلو دي بنفس الطريقه، وعملت بيه كميه المخبوزات اللي حضراتكم شايفينها دي، يعني دلالة على صدق كلامي. ان زي ما قلت ان كيلو من الدقيق عمل معايا زي ما حضراتكم شايفين الفينو والكايزر ومخبوزات الافران اللي هي القرص اللي هي المضفرة، واللي هو الكرواسون والباتيه، والقرص اللي هي بتاعه الافران اللي هي بتكون عامله زي الشريك والحاجات دي. وبرده بنفس الطريقه دهنت الوش بتاعها بشويه من الحليب، حليب بس بدون اضافه اي حاجه. وبعد كده برش عليها على الوش سمسم، وبرش حبه البركه، ودي بتكون اختياري، ممكن تدهني الوش بس ممكن بالحليب بس، ولو مش متاح عند حضرتك حليب ممكن تضيفي مثلا صفار بيضه، لو مش متاح صفار بيضه ممكن اضعف الايمان واقل حاجه معلقه سكر، وتضيفي عليها ربع فنجان ميه او نص فنجان ميه، وتدوبيها كويس وتدهني بيها الوش بتاع الفطاير بتاعتك. تمام. دخلت بقى معايا الصواني بتاعه الفطاير في الفرن على الرف الاوسط على درجه حراره 180 لو الفرن بتاع حضرتك عالي، ولو الفرن درجه حرارته مش عاليه قوي يبقى على درجه حراره 200. هيقعدوا معاكي في الفرن بالظبط من حوالي تلت ساعه نص ساعه ل5 دقايق، مش اكتر من كده خالص. واخر دقيقتين بشغل عليهم الشوايه بيطلعوا معايا ما شاء الله اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين. طلعت معايا هنا كده الفطيره زي ما حضراتكم شايفين. اي مخبوزات بتطلع من الفرن ضروري جدا ان احنا في البدايه نغطي وشها بفوطه تكون نضيفه، ونسيبها شويه لغايه لما تاخد الصهد بتاعها، وبعد كده نبدا ان احنا نشيل من عليها الفوطه. يعني ما ينفعش ان احنا نطلعها من الفرن ونقطعها على طول، لازم نسيب كده وشها يعني ايه متغطي بفوطه مده لا تقل عن 5 دقايق قبل التقطيع. ما شاء الله حبيت اوري لحضراتكم الفطيره معايا ما شاء الله من جوه الحشو بتاعها شكله عامل ازاي. ما شاء الله اللهم بارك. كل اللي هيجربها ان شاء الله هتعجبه جدا وهيدعيلي. اعملوها يلا وفرحوا اولادكم بيها. انا حبيت اقول لكم الفطاير ديت برضو انا عملتها للاولاد عشان ياخدوا منها معاهم في المدرسه وهم رايحين المدرسه، وعجبتهم جدا وعجبت زمايلهم برضو في المدرسه وادوهم منها. وما شاء الله اللهم بارك. والله يا جماعه عايزه اقول لكم ممكن تقعد كذا يوم كمان معاكي ما شاء الله، يعني هتطلع كانها زي ما هي كانك لسه عاملاها. تمام. شايفين الطراوه بتاعتها عامله ازاي؟ ما شاء الله حلوه جدا، احسن كمان واوفر من اللي بتجيبيه من بره. يعني انتوا متخيلين ان الكميه اللي مع حضراتكم شايفينها ديت من ربع كيلو بس من الدقيق؟ دلوقتي لو هتروحي تشتري مثلا قطعه من الفرن اقل قطعه هتلاقيها مثلا من 4 جنيه ل5 جنيه. تمام. وخاصة كمان لو هتكون محشية، لو مش محشية ممكن تلاقيها مثلا ب3 جنيه ب4 جنيه. زي ما حضراتكم شايفين الكمية اللي في الطبق دي كلها من ربع كيلو من الدقيق. طبعا احنا عارفين ان كيلو الدقيق ب20 جنيه، يعني الكمية دي بس ب5 جنيه. زي ما حضراتكم شفتوا معايا انا لا ضفت بيض ولا حليب ولا ضفت زبدة، وما شاء الله ما شاء الله الكمية معايا اقتصادية وموفرة وحلوة جدا. اما عن الفطيرة دي زي ما حضراتكم شايفين كانت بنص كمية الدقيق، يعني بربع كيلو بس من الدقيق عملت فطيرة للاولاد للعشاء زي ما حضراتكم شايفين كده. لو عندك كوبايتين من الدقيق قومي اعملي لاولادك فطيرة اقتصادية للعشاء هتعجبهم جدا ان شاء الله. يلا جربوها وبألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.